دي مش كوباية عصير طبيعية على فكرة، دي بصوا ايس كريم عامل نفسه عصير، ميلك تشيك، حاجة كده من الاخر خطير. ايس كريم بصوا هي طعمها فعلا يجنن. عصير يا جماعة النعناع او عصير الليمون بالنعناع بفوم زي ما انتوا شايفين، كريمي جدا، يجنن بجد، حاجة كده ولا اروع. بصوا اطعم كتير من اللي بتشربوه في الكافيهات. تعالوا بينا اقول لكم اسرار وتكاته وازاي تعمليه صح. اول حاجه هنقشر الليمون بتاعنا كويس جدا ونقسمه نصين، ونشيل كمان البذر بتاعه، واهم حاجه تشيلوا الجزء الابيض اللي بيكون فوق لان ده تقريبا اللي بيمرره. تمام كده. عدد الليمون بتاعك انا عملت تقريبا لتر من الميه، عملت 5 ليمونات صغيرين، واحتجت تقريبا كوبايه من النعناع الورق بالشكل ده. غسلت كويس جدا زي ما انتوا شايفين. حضرت بقى شويه محترمين من التلج علشان نجرشه، ودي خطوه مهمه جدا. بحطه في الخلاط بتاعي بالشكل ده، وببتدي انزل كمان بنص كوبايه من السكر، وطبعا السكر ده اختياري، يعني عندكم من نص كوبايه لحد كوبايه زي ما بتفضلوا، بس انا بحب السكر قليل. تمام. وكمان نص كوبايه من الحليب البارد. هنضرب كويس جدا، وبعد كده هنبدأ ننزل من فوق بالشكل ده بورق النعناع بتاعنا والليمون، وتستمروا في الضرب تقريبا دقيقتين 3. هيكون معاكم فوم مش طبيعي، انتوا هتلاحظوا اصلا دلوقتي شايفين. هبتدي ان انا اصفيه كويس جدا من اي شوائب. الليمون ده منهش بطريقة مش طبيعي بجد يجنن. هبتدي اصفيه بالشكل ده، وابتدي ان انا اضيفه بقى في الكاسات بتاعتي او كوبايات التقديم. الفوم يجنن. بصوا ايس كريم يا جماعه بجد، هو مش هتحسوا خالص ان ليمون بالنعناع، ما فيهوش مراره، طعمه كريمي بشكل مش طبيعي. بصوا انتوا هتدمنوه انا متاكده من كده. الصيف مش عايز، او الحر بمعنى اصح مش عايز غير كوبايه زي دي، مشبره كده وتحفه وكريميه، مش ممرره خالص، سكرها مظبوط جدا وبجد تجنن. شايفين الفوم عامل ازاي؟ الفوم ده يتدرس اصلا. انا مروه، لو اول مره تشوفيني وتتابعيني متنسيش تشتركي في الصفحه والقناه، وعرفيني على نفسك وقوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني، ولو جربتي وصفه من وصفاتي قوليلي جربتي ايه. تمام كده. عندي كمان جروب يا جماعه، اللينك بتاعه هتلاقوه موجود عندكم في البيج. الجروب ده حلو جدا، ناس بتنزل فيها تطبيقاتها وصورها وفيديوهاتها للشغل بتاعي. شايفين الطعامة، شايفين كمية الفوم اللي فوق عاملة ازاي، كريمي بشكل مش طبيعي. اتحداكوا ما شربتوش زيه قبل كده، لازم تجربوه وتقولوا لي رأيكم. الفوم ده لا يقاوم بجد، يدرس. جربوا الوصفة وبإذن الله تعجبكم جدا. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.